انا عارف ان الناس بتعاني كتير جوه امريكا، بالذات الناس الجديده او بقاله سنه سنتين شهور بيعاني من موضوع ان هو مش عارف يخش في الكارير بتاعه جوه امريكا. لو انت من الناس ديت فالفيديو ده ليه. سيف الفيديو ده عشان الفيديو ممكن في خلال شهور يخليك تطلع من البنزينه والمطعم وتشتغل الشغل اللي انت نفسك تشتغله. وافتكر محتاج تعرف الانجليش بتاع الشغله بتاعتك. مش معنى ان انت فاهم انجليش يبقى الانجليش ده هو اللي داير جوه الشغل، لا. كل شغله ليها اللغه بتاعتها. بدل ما تدرس تاريخ وجغرافيا هتدرس في المجال بتاعك، تاخد دي تشيلها كده تحطها كده. هو ده اللي طالبينه في الشركه وهيدوك عليه فلوس. مش هيسالوك هتلر قتل كام واحد. ناس كتير في امريكا مش عارفين القيمه بتاعه البابليك لايبرري اللي حواليهم. تعالى اقول لك الكيكر هنا. اكيد انا مش طالع لك بطولي عشان اقول لك روح اقرا كتاب، طالع لك عشان اقول لك في حاجات كتير جوه الويب سايت بتاع البابليك لايبرري ناس كتير ما تعرفهاش. في سيكشن اسمه ديجيتال ليرنينج او اي ليرنينج، كونكشن مع اقوى اتنين بلاتفورم في العالم، يعني لينكدين ليرنينج ويوديمي بتاع الكورسات. انت تقدر تخش بالمكتبه والبين كود بتاع المكتبه عن طريق الاي ليرنينج يدخل كورسات او تشوف فيديوهات كورسات من يوديمي ولينكدين ليرنينج، من اقوى ناس في العالم بيدوا كورسات. تقول لي هعمل ايه بالكورسات؟ اقول لك ايوه، ما هو الكورسات اللي هتعلمك الانجليزي بتاعت الشغله بتاعتك، الكورسات اللي هتخليك تعرف تعمل ازاي ريزوميه، الكورسات هتخليك تعدي في الانترفيو عشان عندك سكيلز، عشان الناس دي شغاله بقالها 100 سنه في امريكا، فبيعلمك ايه اللي جوه الاشغال والشغل جوه امريكا داير ازاي. انت بدل ما تخش بلايند، انا وفرت لك سنين وناس بتدفع في الكورسات فلوس. حتى الامريكان لحد النهارده بيدفعوا على نفس الاثنين بلاتفورم، بيدفعوا فلوس وبيدفعوا فلوس شهريه وبيدفعوا فلوس لكل كورس من جوه البلاتفورمز ديت. عندهم البابليك لايبرري مدينهم كل حاجه فور فري. ده الطريق الوحيد والشورت كات اللي هيدخلك في الكارير بتاعك ويعلمك جوه امريكا. سلام، اشوفكم في فيديو تاني.